الوصفة الثانية اللي بسويها اليوم بسوي أرزو مع خلطة الدياي العجيبة. طبعا هالوصفة هذه قديمة بس اليوم بخاطري أسويها، قلت أصورها لكم مع بعض التغييرات. راح أسوي أول شي حمسة الدياي اللي هي عبارة عن بصل، ثوم، سبانخ وصدور دياي مقطعتهم مكعبات صغيرة. أول شي طبعا نحمس البصل بشوية زيت، لما يذبل نرش عليه شوية ملح، لما يذبل نضيف الثوم والدياي. أول شي طبعا نحمس بعد ما ضفت الدياي راح أضيف بس البهارين، فلفل أسود مع بهار الدياي والماجيك مع مكعب ماجي. راح أسلك الأرزو اللي هو نوع من أنواع الباستا، يصير شكله كذي صغير، يسمونه حتى لسان العصفور. الحين راح أسلقه بماي وملح وشوية زيت، بس يستوي أسوي له حمسة السبانخ. حطيت تقريبا قرشتين معجون كمون، وراح أضيف الحين كاتشب وصلصة حلوة. هذول الشغلات الحمراء اللي راح أضيفها على حمسة الدياي. آخر شي حطيت قفشة قشطة، بس هذه الخلطة كذي صارت جاهزة. شوفوا لونها ما شاء الله شحناته، ريحتها تهبل. الجزء الثاني حمست بعد بصل وثوم، راح أضيف الحين السبانخ أحمسهم مع بعض، ثاني أضيف الأرزو. بعد ما حمست البصل والسبانخ والثوم راح أضيف الأرزو بعد ما استوى. الحين بس أحمسه شوية مع السبانخ، أحط ملح وفلفل أسود ومكعب ماجي كذا يكون خالص. راح أخليه لوقت التقديم أسوي لكم إياه. الحين قلت بجهز الطبق عشان لين قبل الفطور ما يكون عندي شي. راح أحط الأرزو على الأطراف، وبالنص راح أحط خلطة الدياي اللي سويتها، راح أزينها بالبطاط المبشور. آخر شي نزينونه بالبطاط المبشور المقلي على الأطراف كذي. هذا شكل الطبق بعد ما خلص، زينته بالبطاط المبشور. أصور لكم الحين شكله من داخل. تذكرون هالوصفة هذه اللي أنا نزلتها لكم بيج ماك راب، مسويتها العام وأولت العام. هذه الوصفة قنبلة، وايد إجرامية ولذيذة، يعني من كثر ما هي لذيذة كنت كل يومين أسويها. هالسنة قلت ودي شوي أغير فيها، بدل لا تكون راب مع تورتيه قلت أبي أحطها بال ساندويش الصغير، يصير سلايدر. فراح أستخدم صمون البطاط من المطاحن. عندي هني ميني برجر من أمريكانا، والخلطة البيج ماك راح أسويها الحين معاكم. قبل كل شيء أبي أحط الجبن على البرجر عشان أدخلها شوية الفرن تذوب على البرجر. تالي نسوي الصوص. مقادير الصوص اللي هي هذه مايونيز، ماسترد، كاتشب، راح أحط عليها بابريكا وبودرة الثوم وملعقة صغيرة سكر. ممكن تحطون مخلل صغار، أنا ما راح أحط الصغار، راح أحط المخلل هذا فوق البرجر. فرد التوست، مو توست سوري، الصمون اليوم البدليات والله لأنه بالغصب واقفة. بخلص الفطور بسرعة. المهم حطيت الصمون وفوق الصوص، وبعدين بحط البرجر. آخر شي حطيت الخس مع طماط. بس هذا الطبق جاهز، أسكره الحين.
على شكل سلايدر. جربوا الصوص مال بيج ماك، وايد وايد لذيذ، تقريبا يعني نفس البيج ماك الأصلي. وايد لذيذة هالوصفة هذه.